أما قضية التبرك والتوسل والاستغاثة من النبي صلى الله عليه وسلم والتي جعلها مدعي الحوار ومن ينحو منحاه من البدعة التي سموها بنواقض التوحيد، فكفروا كل من يقول بها وأخرجوه من دائرة الإسلام عندما قال: وما هذا التجرؤ على أحكام الشرع يقدم حديثا مكذوبا ليستدل به على جواز التوسل. وعندما قال: فأما إن قصد الإنسان الصلاة عندها أو الدعاء لنفسه في مهماته وحوائجه متبركا به راجيا للإجابة عندها، فهذا عين المحادة لله ولرسوله ومن المخالفة لدينه وشرعه، وابتداع دين لم يأذن به ولا رسوله ولا أئمة المسلمين المتبعين آثاره وسننه. اتق الله يا مدعي الحوار، هل تعلم من هم الذين حكمت عليهم بأنهم من المحادين لله ولرسوله وممن خالفوا دينه وشرعه وابتدعوا دينا لم يأذن به ولا رسوله ولا أئمة المسلمين المتبعين آثاره وسننه؟ ثم نقضت يا مدعي الحوار توحيدهم وجعلتهم من المشركين. إنهم السواد الأعظم من علماء الأمة والسلف الصالح، هم الذين قال المولى سبحانه وتعالى فيهم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فحسبك الله يا أخي، والله يفصل بينك وبينهم عندما تجتمع الخصوم. فهل كنت تعلم وأنت ترمي بهذه الفرية أنك تتهم السواد الأعظم من علماء الأمة في توحيدهم وتصفهم بأنهم محادين لله ورسوله مخالفين لدين الله وشرعه؟ وإنني أسرد لك الآن جملة من الكفار المشركين منتقض التوحيد كما زعمت وكما هو مذهبك ومذهب شيوخك، وحاشا لله أن يكونوا كذلك. فهذا الإمام العلامة ابن علان الصدقي قال في شرحه لكتاب الأذكار: لأن التوسل به صلى الله عليه وسلم سيرة السلف الصالح والأنبياء والأولياء وغيرهم. وهذا ابن الحاج الذي استشهدت بكلامه أكثر من مرة ناقلا من كتابه المدخل قال في المدخل: فالتوسل به عليه الصلاة والسلام هو محل حط أحمال الأوزار وأثقال الذنوب والخطايا، لأن بركة شفاعته عليه الصلاة والسلام وعظمها عند ربه لا يتعاظمها ذنب، إذ أنها أعظم من الجميع. فليستبشر من زاره ويلجأ إلى الله تعالى بشفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم من لم يزره. وقال أيضا في المدخل: فمن توسل به أو استغاث به صلى الله عليه وسلم أو طلب حوائجه منه فلا يرد ولا يخيب لما شهدت به المعاينة. ثم قال: ومن اعتقد خلاف هذا فهو المحروم، إلى أن قال: فهذا لا يشك فيه ولا يرتاب إلا جاحد للدين معاند لله ورسوله، نعوذ بالله من الحرمان. انتهى كلام ابن الحاج الذي تستشهد به عندما يوافق هواك يا مدعي الحوار. فهل سقطت عدالة ابن الحاج لديك بقوله بجواز التوسل والاستغاثة؟ وهل تعلم يا مدعي الحوار أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال في مجموع الفتاوى القسم الثالث صفحة 68: إن التوسل من مسائل الفقه فلا ننكر على من فعله ولا إنكار في مسائل الاجتهاد. وقال في نفس الصفحة: لمن أراد التوسل أن يقول في دعائه: أسألك بنبيك أو بالمرسلين أو بعبادك الصالحين، أو يقصد قبرا معروفا أو غيره يدعو عنده لكن لا يدعو إلا الله مخلصا له الدين. فهل تعلم الفرق بين مسائل الفقه التي تدور حول الحلال والحرام وبين مسائل العقيدة التي تدور حول التوحيد والشرك؟ وهل تعرف أن شيخ القراء الإمام ابن الجزري قال في كتابه الحصن الحصين: ويتوسل إلى الله سبحانه بأنبيائه وبالصالحين، وقال: وجرب استجابة الدعاء عند قبور الصالحين.
وقال أيضا في الخيرات الحسان: إن الإمام الشافعي كان يتوسل بالإمام أبي حنيفة، يجيء إلى قبره يزوره ويسلم عليه. وقال ابن تيمية في القاعدة الجليلة صفحة 94 فيما يرويه عن كثير بن محمد بن رفاعة أنه قال: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك وربي، يرحمني مما بي. فقال ابن تيمية: إن هذا الدعاء ونحوه قد روي أنه دعا به السلف. وقال ابن تيمية: ونقل عن أحمد بن حنبل في منسك المروذي التوسل بالنبي في الدعاء، وقال بذلك أيضا تلميذه ابن مفلح. انتهى كلامه. وأنت ترى أن ابن تيمية يقر بأن هذا الدعاء الذي هو توسل صريح بذات المصطفى صلى الله عليه وسلم هو من فعل السلف، وهو مذهب الإمام أحمد كما نقله عنه هو وغيره، وهذا أمر مسلم به عند أتباع مذهب الإمام أحمد بن حنبل. وهذا الإمام ابن قدامة شيخ الحنابلة الذي قال فيه ابن تيمية: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق ابن قدامة، جاء في وصيته ما يلي: وإذا كانت لك حاجة إلى الله تعالى تريد طلبها منه فتوضأ، فأحسن وضوءك واركع ركعتين واثن على الله عز وجل وصل على النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: وإن قلت اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فيقضي لي حاجتي وتذكر حاجتك. انتهى كلامه. وأما الإمام النووي الذي استشهدت بكلامه فقد قال في الأذكار في فصل زيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم: إن الزائر يقف قبال وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوسل به في حق نفسه ويتشفع به إلى ربه سبحانه وتعالى. ويقول الإمام الذهبي كما في تذكرة الحفاظ في ترجمة صالح بن أحمد التميمي الهمداني السمسار الحافظ: إن الدعاء عند قبره مستجاب. ويقول الإمام ابن حجر الهيثمي في الجوهر المنظم: إن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم حسن في كل حال. وأما الإمام الشوكاني اليماني الذي يحلو لك الاستشهاد بكلامه ولكن عندما يوافق هواك فقط، قال في رسالته الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد وفي كتابه تحفة الذاكرين بعد أن ذكر حديث الأعمى قال: وفي الحديث دليل على جواز التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم مع الاعتقاد أن الفاعل هو الله سبحانه وتعالى. وينقل أيضا في رسالته السابقة عن سلطان العلماء العز بن عبد السلام تجويزه التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم خاص. وهذا الإمام السبكي يقول في طبقات الشافعية: يحسن التوسل بالنبي إلى ربه، ولم ينكره أحد من السلف ولا الخلف. وقال أيضا في طبقات الشافعية في ترجمة الغزالي الكبير: إن من كان به هم ودعا عند قبره صلى الله عليه وسلم استجيب له. وقال أيضا في ترجمة ابن فورك: إن قبر ابن فورك بالحيرة يستسقى به ويستجاب الدعاء عنده. انتهى كلامه رحمه الله. وأما الإمام السخاوي فيقول في خاتمة شرح ألفية العراقي في الحديث: سيدنا محمد سيد الأنام كلهم ووسيلتنا وسندنا وذخرنا في الشدائد والنوازل صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتابه تاريخ بيت المقدس عن آداب زيارة
زيارة الحرم الإبراهيمي الشريف ويتوسل به، فما توسل به أحد إلا أجابه الله تعالى. وهذا الإمام الحافظ القسطلاني يقول في المواهب اللدنية: وينبغي للزائر أن يكثر من الدعاء والتضرع والاستغاثة والتشفع والتوسل به صلى الله عليه وسلم، فجدير بمن استشفع به أن يشفعه الله تعالى فيه. فهل كان مدعي الحوار يعلم بأقوال هؤلاء العلماء في مسألة التوسل والاستغاثة أم كان لا يعلم؟ وهل يقول بكفرهم بناء على ما ثبت وصح عنهم؟ سؤال جوابه عند من يكفر عامة الأمة اليوم ويستحل دماءها وأموالها تحت دعوى التوحيد ونواقضه. يقول الإمام تقي الدين السبكي ما نصه: اعلم أنه يجوز ويحسن التوسل والاستغاثة والتشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه سبحانه وتعالى، وجواز ذلك وحسنه من الأمور المعلومة لكل ذي دين المعروف من فعل الأنبياء والمرسلين وسير السلف الصالحين والعلماء المسلمين. ولم ينكر التوسل أحد من أهل الأديان ولا سمع به في زمن من الأزمان، حتى جاء من جاء فتكلموا في ذلك بكلام يلبسون فيه على الضعفاء الأغمار، وابتدعوا ما لم يسبق إليه في سابق الأعصار، كما فعل مدعي الحوار دون خشية من الملك الجبار، حيث قال: الشيخ علي الجفري ممن يجيز دعاء غير الله، فلا مانع لديه أن يقول الرجل: يا رسول الله اشفني، ويا بدوي أغثني، ويا جيلاني مدد مدد، والعياذ بالله من دعاء غير الله. ما أقبح هذا البهتان منك يا مدعي الحوار! أما تخشى الله وأنت ترمي الشيخ الجفري ومن قلدهم من الأئمة الأعلام بهذا البهتان وتقول إن الجفري ممن يجوز دعاء غير الله؟ فبالله عليك، هل هذه العبارات التي افتريتها هي من قبيل التوسل؟ وهل قال أحد من هؤلاء الأئمة الأعلام الذين ذكرت لك بمثل القول الذي تقولت به على الشيخ الجفري زورا وبهتانا، والذي سار على نهج أولئك الأئمة الأعلام واقتفى أثرهم؟ وهل هؤلاء الأئمة ممن يجيزون دعاء غير الله؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. فهل يقبل مدعي الحوار ومن حمل معه لواء التكفير كلام العسقلاني والحافظ النووي والذهبي وابن الحاج والشوكاني والسبكي والسخاوي وابن الهمام وابن الجوزي والقسطلاني وابن علان وابن الجزري وابن عبد الوهاب، أم أنه يعدهم كفارا مشركين منتقض التوحيد كما يزعم هو والشيخ أبو بكر الجزائري، من زعمت أنه تشرف بالوعظ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يقول كما في كتابه عقيدة المؤمن صفحة 144: إن دعاء الصالحين والاستغاثة بهم والتوسل بجاههم لم يكن في دين الله تعالى قربة ولا عملا صالحا فيتوسل به أبدا، وإنما كان شركا في عبادة الله محرما يخرج فاعله من الدين ويوجب له الخلود في جهنم. فهل علمت لماذا قال الشيخ الجفري إنكم ممن تزعم فرق التكفير لعلماء الأمة وعامتهم فأصبحتم معول هدم في مبنى الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ فلماذا أخفيت يا مدعي الحوار كلام هؤلاء الأئمة الأعلام وطمست الحقائق الواضحة كالشمس في رابعة النهار؟ وكيف غاب عنك قول المولى سبحانه وتعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما
ما تعملون. وهل هؤلاء الأئمة الأعلام من المؤمنين أم هم من المحادين لله ولرسوله ممن خالفوا دينه وشرعه وابتدعوا دينا لم يأذن به الله ولا رسوله ولا أئمة المسلمين المتبعون آثاره وسننه؟ وهل هم يا مدعي الحوار ممن يوجب لهم الخلود في جهنم كما قال شيخك الجزائري؟ فإن كنت تعدهم من المؤمنين فلا يسعني ويسعك إلا قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأكرر سؤالي لك: هل ينقل هؤلاء العلماء الذين تستشهد بهم الشرك والضلال والبدعة في كتبهم؟ وقبل أن تجيب، ألست أنت القائل؟ وللأسف تعود الكثير على أحد أمرين: إما أن يقبل بدون نظر ولا تأمل، أو يرد أيضا بدون نظر ولا تأمل، فيرفض كل ما جاء به ذلك الكاتب أو الشيخ حتى لو كان حقا. ولذلك فإن من الوفاء لهذا المنهج الشرعي الصحيح أن تناقش الآراء وفق مسلك صائب. معذرة، أين المسلك الصائب وأين المنهج الشرعي الصحيح الذي تتحدث عنه أنت وأهل نحلتك؟ وقد كفرتم جل علماء الأمة الذين يقولون بالتبرك والتوسل والاستغاثة وشد الرحل، وهم الذين قال الله عنهم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.